شيماء بقى كانت بتسألني، يا جماعة شيماء دي طبعا صاحبتي، بتسألني هو ليه الناس مؤذيين، ولقيت الشخص الصح اللي تسأله الصراحة يعني. ليه الناس مؤذيين؟ جايز عشان احنا يا شيماء ادينا لهم طاقة كبيرة قوي من جوانا، ف وهم ممكن ما يبقوش حاسين ان هم بيأذونا. تفتكري؟ لا، في ناس مؤذيه في المطلق، يعني مش لازم تكوني عملتي له حاجه، هو بيحب يأذي بس بلا سبب. اتفق وبشدة. في ناس فعلا بتأذي لمجرد ان هي مؤذية. في ناس ممكن برضو تبقى بتأذي وهي مش حاسة، او هي بقى عندها بصيرتها معمية خالص، ف... فبتأذي جامد جدا، وما بتتخيلش بقى الضحية اللي قدامها هي اتأذت ازاي، هي وصلت لإيه، هي ممكن تبقى هتتعقد في حياتها وهتتعامل مع الناس ازاي بعد كده. فانا ما يعني بيتهيالي ما بقى يعني اي حد مؤذي كنت زمان ممكن اقعد اعاتب واقعد اتكلم، انت طبعا عارفه. بس دلوقتي هي حسبي الله ونعم الوكيل، او يا رب هات لي حقي لو انا فعلا مظلومه. صح؟ انت بتعملي ايه بقى؟ يلا، ربنا يدي بقى كل واحد على قد نيته، ودي حاجه ماما كانت على طول بتقولها لي، ادعي الدعوه دي. كل واحد بقى ونيته صافية على قدها، نيته خبيثة ياخد على قدها. واحنا الحمد لله ممكن يبقى عندنا اخطاء، ممكن نبقى اذينا بني ادمين بدون قصد، فربنا يسامحنا، وربنا بقى يسامح الناس المؤذية يا شباب. انا مش مسامحه. هي مش مسامحاهم وانا مش مسامحاهم، كلنا مش مسامحينهم، ربنا يسامحهم بقى.